عايز افهم. انا عايز انام يا جدعان، مش عارف انام ليه بقى. لان احنا دلوقتي وقت العصر، انا كده ببوظ كل الاستراتيجيات اللي انا عملتها، ببوظ كل حاجه انا قمت بيها خلال الشهر اللي فات ده. هو احنا في رمضان ما كناش عارفين ننام؟ انت كنت بتنام في اي وقت، حرفيا كنت بتنام في اي وقت، بعد الفطار، بعد التراويح، الفجر بتنام. دلوقتي انا عندي مشكله كبيره جدا، وهي ان انا عايز انام العصر. يعني نوم العصر اصلا متعب للابدان، مش كويس زي ما طه حسين كان بيقول. يعني انا بقالي كل شويه كده اقوم اغسل، انشف الفوطه، اجي اقعد على المكتب مثلا او اقعد على الكرسي، احس ان انا عايز انام، وفعلا بغفل وبنام، لكن برجع اقوم اغسل تاني واجي. وفي نفس الوقت مش عايز اعمل قهوه لان انا عايز انام بعد العشاء ان شاء الله. فمش عارف في ايه. انا دلوقتي نزلت تحت علشان ما احسش ان انا عايز انام. عايز انام يا جدعان ومش عارف انام. انا عايز انام ومش عارف انام. ركزوا كده معايا في الشجر ده. ايه رايكم في الشجر ده يا جماعه؟ دي تفاحه، شجر تفاح، شجر الرمان. بصوا البذرة بتاعتها اهي. في شجر تاني برضه، ممكن اوريكم شجر تاني، بس انا والله مش قادر اوريكم حاجة، مش قادر اتحرك اصلا. انا نازل عشان مش عارف في ايه، مش عارف. عايز انام، عايز انام بطريقة فظيعة ومش عارف انام. يا ربي. عارفين حل المشكلة دي في ايه؟ ان احنا نرجع نعمل تحديات جري. عش انا كده حرفيا قطعت لي بتاع كيلو ونص ولا حاجه، رايح بس لسه هرجع، لسه هتمشي شويه وبعد كده ابقى ارجع بقى. بس انا مش عايز اجري العصر، يعني العصر هتلاقي ناس كتير جدا بتجري، هيكون الموضوع رخم جدا. عايز اجري بعد الفجر، بس ان شاء الله هرجع اجري تاني وهعمل تحديات حلوه جدا. وعايزكم تقولوا لي رايكم في فيديو القهوه. انا مش شربت قهوه عشان ما انامش، ما اسهرش. انا بقول كلام غريب، انا مش شربت قهوه عشان ما اسهرش، لكن عايزكم تقولوا لي رايكم في فيديو القهوه تحت تعليقات كده، قولوا لي ايه رايكم كده في القهوه بعد ما مشيتوا مثلا على الطريقه دي. انا مجمع على فكره الطريقه دي يا جماعه، يعني دي مش الطريقه بتاعتي، انا مجمعها من كذا حد كده قال لي، وجربنا كذا طريقه، يعني لعند ما ظبطنا افضل حاجه. ف يعني قولوا لي كده القهوه ظبطت معاكم ولا ايه؟ إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم. مش عارف عايز ايه. المشكله انا مش عارف عايز ايه، مش عارف ايه اللي يفوقني. طيب هذا ريفيو البرسيم لو انتوا شايفين، يعني والله العظيم احنا بنعاني من حته النوم دي. الإفيه بتاع بهجة صابر اللي هو ايه، بهجة تاني خالص، اظبط النوم وبهجة تاني خالص. انا برضو مش هشرب قهوه، يعني اعملوا اللي تعملوه، برضو انا مش هشرب، انا هشرب شاي بس. الناس اللي بتنتظر ان انا اطلع في الفيديو واقول حاجه مفيده، يا جدعان اكيد مش كل فيديو هقول حاجه مفيده، اكيد مش كل فيديو هقول حاجه مفيده. فتعود شويه ان انا ممكن مثلا اهلس في فلوج ولا حاجه، اقول كلام انت ما تفهموش. بس مش، انا عندي افكار كتير وعندي خاطر كتير، بس مش مركز بالظبط عايز اقول ايه، بسبب ان احنا خارجين اصلا من رمضان وفي عيد. فاحنا دلوقتي ماشي مبسوطين بالعيد ومبسوطين بكل حاجه، ولكن نسينا اصلا ان احنا في رمضان كان في موسم تعاطي. انا مش بنصح، انا مش بنصح خالص، بس عشان الناس ما تفكرنيش ان انا بنصح وان انا بقى ايه الكعب العالي والكلام ده، انا تحت خالص. بس فكره ان احنا ايه بقى، كنا بنهتم بالعبادات جامد جدا في رمضان، جامد، اللي هو يعني لو صلاه الظهر فاتتك فانت بتكون زعلان، ولو يعني انت كنت بتكون حريص ان كل صلاه ان انت تؤديها في المسجد. كلنا بنحاول ان احنا نعمل كده. بس دلوقتي شايف ان في تغير، وتغير اللي هو التغير حصل مره واحده. عارف انت اللي هو الكيرف كان ماشي كده كويس، مره واحده قام نازل كده، اللي هو
يعني يا جدعان احنا كنا ماشيين زي الفل مرة واحدة، مش عارف ليه، مش عارف، نظرتنا لرمضان ممكن تكون محتاجة ان هي تتغير شوية، ونظرتي انا كمان معاكم محتاجة ان هي تتغير شوية، لان احنا بنبص لرمضان بطريقة صدقوني مش اجمد حاجة. وانا زيكم يعني، انا معاكم في نفس المركب يعني، وبحاول ان انا اظبط من ده. حتى انا في رمضان يعني انا بحاول اتعافى اصلا من حته النوم دي بسبب رمضان. يعني انا ما كنتش عارف انام اصلا في رمضان، مش عارف انام بالليل ولا انام بالنهار، بسبب ان في صلاه قيام، وبسبب ان في الصلوات بتاعتنا، وكان في كليه، وكان في سكاشن، وكان في محاضرات، وكان في كل حاجه، والواحد ما كانش بيحضر يعني الحمد لله. مش عارف، محتاجين ان احنا نراجع كده نفسنا تاني ونحاول ان احنا نهتم بالحاجات دي زي ما كنا بنهتم. وبس يعني هي دي الحاجة اللي أنا كنت عايز أقولها. هي مش دي بالظبط الحاجة اللي أنا كنت عايز أقولها، كنت عايز أقول حاجات كتير جدا، بس الفيديو هيطول جامد مننا. انتظروا بقى مني فلوجات كتير الفترة الجاية، هيبقى فيها هلس تمام، عشان بس إيه، الفترة الجاية دي أصلا احنا داخلين على عملي، وداخلين على فاينل، وداخلين على حاجات بتخلي الواحد أصلا يخرج من شعور اللي هو إيه، دايما هادي كده ومش مفيش حاجة فارقة معاه، لشعور اللي هو إيه، انت دايما بتصيح. فالناس بتوع ثانوية عامة هيكونوا بيصيحوا، وانا هكون بصيح، واللي بيتفرج عليا دلوقتي هتلاقيه بيكون بيصيح، فكلنا نكون بنصيح، فصياح جماعي بقى مع بعض كده ايه في الفلوجات.